طبعا بالنسبة للأب بيقوم بطريقة الفهم بهدوء، بيفهمه بهدوء ويقول له اللي شايفه مش حقيقي، وإن النوع ده من المحتوى بيأثر على مخه ونظراته نفسه، واحكي له عن الأضرار الإدمان والذنب والعزلة. حط له قواعد من غير ما تبقى مراقب. حدد وقت النت وشغل أدوات مراقبة، بس قوله أنا بعمل كده علشان أحميك مش أراقبك. الشغلة دي فيها حاجات مفيدة جدا اللي انت بتعملها. بالنسبة للأب، الأب بيعمل حاجات مفيدة للابن كهوايات جميلة، إن الابن يستعيد نفسه تاني وليقظه ويعيد أفكاره من تاني، يشغله بحاجات وهواياته كمثل الرياضة وهواياته الرسم مثلا، أي هواية بيحبها، وكورسات إنجليزي فرنساوي، أي حاجة، المهم يبعدنا. خلي دماغه دايما مشغولة بحاجات تنبهه في حياته ويزرع فيه القيم مش الخوف. كلموا عن احترام الجسد وعن علاقة الصحة والعلاقة الصحيحة، عن العفة من غير ما تبقى وعظ. قله إنك ظهري مش خصم، يعني تكلمه من غير ما تشخط فيه ولا تزعله. أنا مش بزعل منك يا حبيبي، وانت دايما تعمل كل حاجة صح، يعني بتاخده واحدة واحدة لحد ما يستجيب لك. أنا هنا علشان أساعدك تبقى أحسن. طبعا كل ده بهدوء.